السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصباح السعادة والتفاؤل عليكم، علشان احنا الصبح. مبسوطة جدا من اقتراحاتكم وارائكم على الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، حكاية الاسبوع اللي فات. بجد اتبسطت جدا منها، ومن خلالها كمان خدت اقتراحاتكم وعرضتها على حبايب قلبي على الجوجل وكمان على الانستجرام، ولقيت كام بنوتة كتبوا نفس اقتراحاتكم وعجبتني جدا. فاهم حاجة ان انا عرفت ان انتوا حبيتوها بجد، اللي هي الحكايات، لان في كل نهاية حكاية بنعرف حكمة هتفيدنا في حياتنا. فانتظروني كل صباح خميس مع حكايات زمان مع مني ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا عشان ما نضيعش الوقت نعرف ايه حكايتنا، وفي اخر حكايتنا هنعرف ايه حكمتنا. اسم حكايتنا: الرسام العجوز وفقراء قريته. عاش رساما عجوز في قرية صغيرة، وكان يرسم لوحات في غاية الجمال ويبيعها بسعر جيد. وفي يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت تكسب مالا كثيرا من أعمالك، فلماذا لا تساعد الفقراء في القرية؟ انظر لجزار القرية، فهو لا يملك مالا كثيرا، ومع ذلك يوزع في كل يوم قطعا من اللحم المجانية على الفقراء. لم يرد عليه الرسام، ونظر إليه وابتسم بهدوء. خرج الفقير منزعجا من عند الرسام، وأشاع في القرية بأكملها أن الرسام ثري ولكنه بخيل. فنقم عليه أهل القرية هذه الخصلة. وبعد مدة من الزمن مرض الرسام العجوز، ولم يعره أحدا من أبناء القرية اهتماما أو مساعدة، ومات وحيدا. مرت الأيام، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل للفقراء لحما بالمجان، فجمعوا أنفسهم وذهبوا إليه. وعندما سألوه عن السبب قال: لم أرسل إليكم شيئا، بل كان الرسام العجوز هو الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا من المال لأرسل اللحم للفقراء، ومات فتوقف ذلك بموته. وخلصت حكايتنا. يا ترى عرفتوا ايه حكمتنا؟ العبرة هنا ان في بعض الناس هيسيئوا الظن بينا، والبعض الاخر هيظنوا اننا اطهر من ماء الغمام ويحسنوا الظن فينا، فدول ولا هيضرونا ولا دول هينفعونا. والمهم حقيقتك انتي اللي يعلمها الله سبحانه وتعالى وانتي عارفاها. علشان كده حبايبي ما نحكمش على حد من الظاهر لينا. ممكن يكون في حياة الشخص ده حاجات لو علمناها كنا غيرنا حكمنا عليه. يعني منتسرعش في حكمنا على حد من غير حقائق. مش نحكم على حد لمجرد إحساس إحنا حاسينه، أو سوء فهم، أو نحكم من آراء الآخرين، أو إننا نقول مثلا أصل فلان كان ناوي يعمل كذا، أو ده كانت نيته كذا. أو لو صديق لينا قال لنا حاجة على شخص معين، آه يقول مثلا لا ده كان نيته ان هو فعلا يعمل الموضوع ده، او كانت نيتها تتخانق معايا، او نيتها مش عارف ايه. ونفضل كده نحكم على الناس ونقول النوايا. لا يعلم النوايا غير الله سبحانه وتعالى وصاحب النية نفسه. ازاي نحكم على حد من خلال نيته؟ ازاي وربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي يعلم بالنوايا؟ ازاي كمان ما ينفعش نحكم على حاجة من الوهم أو من إحساس؟ إحنا لينا الحقائق، لينا الحاجة الفعلية. يعني مثلا لو لينا جارة أو صديقة وجت قالت لنا على شخص معين: لا ابعدوا عنه، ده الشخص ده اتخانق معايا كتير، ده الشخص مش عارف ايه، ده مش كويس، أو ده حلو أو ده وحش. احنا علشان الصديق ده عزيز علينا أو الصديقة دي عزيزة علينا نقول لها أمين خلاص، ونصدقها ونمشي معاها ونلغي شخصيتنا ورأينا، بالرغم ان هي ممكن تكون غلطانة في حكمها ده، لكن احنا بنسيرها ليه؟ لمجرد ان هي خايفين نزعلها او خايفين نزعله او نفقده. فعلشان بدل ما نوعيه ونقول له لا اسمع، ونحاول نحكم رأينا احنا مش رأيه هو، ونخليه احنا رأينا المفروض عليه لان احنا عايزين نعرفه الصح، لا احنا بنخليه هو اللي يسيطر علينا بكل سهولة، وبنلغي شخصيتنا تماما. وبالتالي احنا بنساعده على
ان هو يستمر في اساءة الاخرين واساءة فهم الاخرين، فطبعا دي حاجة مش كويسة ابدا. فلازم حبايبي لو ليكي حد من اصدقائك اساء فهم حد معين وغلطان في حكمه، ما يقولكيش لا انا مش عايز اسمع حاجة، انا عارف انا بقول ايه وواثق من رأيي كويس، وتسيريه وانتي برغم ان عارفة ان ده غلط وحكمه غلط. ف يعني المفروض نوعي وننشر الحاجة الصح مش الغلط لمجرد ان هو صاحبنا او اللي احنا مش عايزين نخسره. الحكاية ما فيهاش خسارة، بالعكس انتي بتعرفيه الصح من الغلط. بلاش نلغي عقولنا وشخصيتنا. خلاص حبايبي. أم، لان سوء الفهم وسوء الظن هنا بيؤدي لحاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها، وهي النميمة والغيبة. يعني تخيلوا لو واحدة اساءت فهم حد وراحت، مش هتكتفي بيه لنفسها، لا هتقول لاصحابها ويتكلموا في الموضوع، او هتقول لجيرانها ويتكلموا في الموضوع، او اي كانت اختها اخت واختها او حد قريبه ويقعدوا يتكلموا ويجيبوا. فهنا مش هيبقى سوء فهم بس، لا هيبقى سوء ظن، نميمة، غيبة، وهندخل في حاجة من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحرمها وما بيحبهاش. فلازم لو أسأنا فهم حد أو أسأنا الظن بحد، نروح نتأكد من الشخص نفسه أو من خلال التعامل المباشر معاه. لازم نتعامل مباشرة مع الشخص ده عشان نقدر نحكم عليه صح، مش بمجرد ان انا حسيت احساس يبقى خلاص الشخص ده كده بالفعل، وبرغم ان مفيش حاجة حصلت في الواقع. لا، ليا الواقع ان انا سمعت الشخص ده بوداني قال كذا، او الشخص ده شفته بعيني عمل كذا، فلازم اتأكد من الحقيقة، مش ان انا اصدق واحد وخلاص. طيب فرضا انا لو عايزه اتاكد او كده واتاكدت ان انا اسأت الفهم بحد او اسأت الظن بحد، ايه العمل؟ الحل الوحيد ان انتوا علشان ما يبقاش في النفوس حاجه وفي القلوب حاجه، وتبقى في قلوب صافيه ونفوس صافيه، وما يبقاش في حد تعبان من التاني، من الافضل ان انت تروح تعتذر او تروحي تعتذري وتقدمي الاعتذار للي اسأتي ليه. ليه؟ علشان بتبدأ هنا صداقة جديدة، بيبدأ حياة جديدة، بتبدأ ثقة جديدة بينكوا، وبتبقى كل حاجة واضحة قدام الجميع، فما يبقاش في نفوسكوا حاجة وتبقى قلوبكوا صافية. فالاعتذار بيرفع من شأنك ومن شأن كمان الشخص اللي انت هتروحي تعتذري ليه، وبيرفع شأنكوا انتوا الاتنين قدام الأصدقاء وقدام الجميع. زي قصتنا حبايبي، الراجل بمجرد ما طلع وهو من أهل القرية صدقوه على طول، مجرد ان هو حتى اساء فهمه، هو اساء الفهم وتسرع في الحكم. يعني الرسام ما قالوش حاجة، مجرد ابتسم. هل هو راح سأله؟ يمكن لو كان راح سأله كان الحال اتغير، لكن هو ما سألوش ومداش نفسه فرصة حتى ان هو يواجه الرسام ويقول له انت ايه معنى ابتسامتك دي، او ايه اللي انت تقصده. ما قالوش اي حاجة، لمجرد بس زي اي حد ما بيقول احساس ان هو حس ده كده بخيل من الابتسامة بتاعته، فراح طلع وقال للناس كده. والناس برضو بحسن نية وبسوء فهم منها لغت شخصيتها ولغت عقلها تماما، وصدقوا الراجل ده لمجرد ان هو من اهل القرية بس. فطبعا ما راحوش اتعاملوا مع الرسام تعامل مباشر، يمكن لو كانوا تعاملوا معاه كانوا غيروا برضو حكمهم. بس في نهاية حكايتنا عرفنا ان هم ندموا وكمان خسروا. فده اللي بيحصل في الواقع حبايبي، ان احنا بنخسر اصدقاء ونخسر ناس عزيزة علينا جدا لمجرد سوء فهمنا. فلازم نصلح ونصحح كل الامور. فلازم النهاردة تقعدي مع نفسك وتراجعي نفسك، وانت كمان تراجع نفسك وتشوفوا ايه اللي انتوا عملتوه، اسأتوا فهم مين او مين اساء ليكم، تسامحوا وتتسامحوا علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا جميعا. وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق حبايب قلبي، والصراحة والراحة بينكم وبين أصدقائكم، وربنا ما يجيب سوء نوايا أو سوء ظن بينا أبدا، وربنا يبعدنا عن الحاجات دي. وأشوفكم إن شاء الله على خير في حكاية جديدة كل أسبوع. مع السلامة.